الا كنتي من الناس اللي كيظنوا باللي الطوموبيلات ديال الضو ما بلانش غير حيت كيتعطلوا في الشارج والاوتونومي ديالهم ما كبيراش، فخصك تبدل الراي ديالك من بعد ما تشوف التكنولوجيا الجديده ديال بي واي دي بليد باتري 2.0. هذه هي البطاريه الجديده ديال بي واي دي اللي كتشارجا من 10 ل 97% في واحد 9 ديال الدقائق. كاين حتى مشكل اخر اللي حلاتو هذه البطاريه هذه، بعض المرات الايفيس او الطوموبيلات ديال الضو ما كيخدموش مزيان اللي كيكون البرد بزاف. الدول بحال كندا او بعض البلايص الباردين في هذا العالم هذا الباتريات ما كيخدموش بالكفاءه ديالهم كامله. هذا الباتري هذا كيخدم في ناقص 40 درجه بلا حتى شي مشكل. كاين واحد الاختبار مشهور كيديروه للبطاريات الجداد اللي كيخرجوا، هما انهم كيضربوهم بواحد المسمار، كيديروا فيهم مسمار باش كيختبروا واش ان هذه البطاريه هذه غادي تشعل في الاوقات ديال الحديث اللي كتضرب فيه الطوموبيل ولا لا. بليد باتري جوزت هذا الاختبار هذا واخا تقبس بالمسمار كاع ما نضت العافيه، وهذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وكتخلع بزاف ديال الناس في حاله وقوع الحادث، ان هذا الباتري هذا غير كيتقاس شويه، خصوصا ديال الليثيوم العادي، غير كيتقاس هذا الباتري هذا شويه كتنوض العافيه، وداك الساعه ما كاينش اللي غادي يطفيها حتى كتسالى الطوموبيل، حيت الليثيوم واحد الماده اللي قابله للاشتعال بقوه وما كتطفاش بسهوله. هذا الباتري تقدر تضرب 1.5 مليون كيلومتر بالطوموبيل، يعني غالبا غادي يتسالى العمر ديال الطوموبيل والباتري مازال فيها ما يدار، يعني البطاريه كتعيش واحد العمر اللي هو طويل. اهم حاجه هي ان التكلفه ديال هذه البطاريه هذه منخفضه شويه، هادشي اللي كيأثر على الثمن ديال الطوموبيل غادي يكون حتى هو شويه طايح. التكنولوجيا الصراحه كتطور بواحد السرعه اللي خياليه، والواقع ولا انك خصك تفكر قبل ما تشري اي طوموبيل واش تشريها الكتريك او لا ديال المازوت. غير هي هذه القضيه هذه ديال انك تشري طوموبيل الكتريك صراحه ماشي سهله وماشي واحد الخيار اللي غادي يقدر ياخذه اي واحد، خاص الواحد يفكر ويشوف واش توفروا فيه الشروط ديال انه يشري طوموبيل الكتريك. وهذه القضيه نقدروا نناقشوها في شي فيديو اخر. الا كنتي مهتم بالاخبار ديال الطوموبيلات الكتريك او الاخبار ديال التكنولوجيا بصفه عامه ما تنساش دير فولو. تهلا.